بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي ومتابعيني وحبايبي دايما منورين ومشرفين في قناتي يا حبايبي. تعالوا نشوف النهارده هنعمل فيديو جميل جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. هنعمل النهارده بقى يا حبايبي الفاصوليا بقى العشق ديت باللحمه، الفاصوليا الجميله دي بلحمه النهارده يا حبايبي، وهنعملها يا رب دايما فيديوهات تعجبكم كده وتنول اعجابكم يا رب. تعالوا نشوف هنبدا بالفاصوليا النهارده. هنحط معلقتين زيت في الطاسه او الحله اللي هتعملي فيها، وبعدين انا بعملها بتوم يا حبايبي، انا بعملها بتوم ماشي، وتوم مدقوق يعني حوالي 5 6 فصوص كده توم وتدقيهم، وبعدين كده يا دوبك بيبقوا شفافين كده، ويعني يا دوبك ريحتهم تطلع بس ما تحمرهمش قوي. وتنزل بالفاصوليا الكيس جايباه من الفريزر على طول، مش بتغسلها ولا تحطها في مصفى ولا حاجه، على طول في الطاسه يا حبيبتي او الحله اللي بتعملي فيها. وبعد كده بننزل عليها بمعلقه سكر صغيره وورقتين لورا، وبنسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها كده، تدبل مع بعضها. تعالوا النهارده بقى نشوف عماله تاخد وتدي كده مع بعضها. تعالوا نشوف اللحمه بتاعتنا الجميله دي النهارده هنعملها مسلوقه كالعاده زي ما انتم عارفين. انا بغلي الميه بتاعتي بحط فيها يعني اللورا والحبان والعود قرف حاجه زي كده، بس انا النهارده بقى هحطهم بعد ما اشيل الريم عشان ريحتهم تبقى موجوده اكتر. بعد ما اشيل الريم كده وابتدي اغطي الحله، هبتدي احط بقى الحاجات بتاعت الاعشاب بتاعتي تخلي ريحه جميله كده. طب هنرجع للفاصوليا بقى تاني بعد ما دبلت كده ودخلت في السوي. هنحط لها الطماطم، حتى كان عندي طماطم متجمده في الفريزر اهيت، حطيتها لها وحطيت لها البهارات بتاعتها بقى، فلفل، كزبره ناشفه، حبه كمون كده، الورق اللورا طبعا اللي احنا حاطينه، بنسيبها تتسبك وتهدي على النار بقى وتاخد وتدي مع بعضها كده، والاخر تحط لها معلقه سمنه بقى يا حبايبي ماشي. طيب اللحمه بقى بتاعتنا زي ما قلت لكم بنسيبها بقى، نشيل الرمه بتاعتها وبنغطي ونحط الحاجات العطريه بتاعتنا، البهارات العطريه بتاعتنا، ونسيبها ونغطيها ونهدي النار خالص على نار هادي ماشي يا حبايبي. لو وصلتوا لحد كده بقى حطوا لنا كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعارات توصل لكم يا حبايبي ماشي. طيب وفعلوا زر الجرس عشان كل الحاجات الجديده توصل لكم، ودايما يا رب كده بتشرفونا وتفرحونا في القناه بتاعتي يا رب. دايما يا حبايبي فيديوهات وتنال اعجابكم يا رب، تبقى عند حسن ظنكم، ودايما اشوفكم على خير. مع السلامه.